حبايب قلبي، تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه كده مع بعضينا. كده انا معايا مكرونه ومعايا طماطم عصراها وضربها في الخلاط وصفيتها، ومعايا هنا كبد وقوانص، ومعايا بصل وفلفل يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى كنت حاطه معلقه زيت صغيره ومعلقه سمنه. بصوا بقى، هنحمر البصله هديها التشويحه، وهنا حاطه سمنه وزيت عشان اعمل المكرونه. يلا مع بعض كده نشوف احنا هنعمل ايه. انا خلاص متشجعه بيكم جدا، وان شاء الله مش هتاخر عليكم في فيديوهات باذن الله، وهنعمل كل حاجه مع بعض، وان شاء الله اعمل معاكم حاجات جديده واعمل حاجه معاكم حاجات مختلفه. بس انا بدات اشغل القناه عشان ليا كتير قوي ما كنتش بعمل اي حاجه، فمعلش بقى، مره فطار مره غدا، وان شاء الله هتلاقوا كل جديد معايا باذن الله. كده انا حطيت المكرونه تتحمر وبشوح البصله كده، نحط لها بقى شويه ملح دوت تعمليه مع البصله حلوه يعني، بوريلكوا عشان بس محدش يقول لي هو ايه دوت. ده ملح في العلبه بتاعته وانا برش منه، بحب ادي التشويحه للبصله مع الملح. كده بقى احمر المكرونه. فين اللايكات؟ فين التعليقات الجميله بتاعتكم؟ وروني كده اللايكات بتاعتكم والتعليقات، ووروني كده اللي انتوا بتخشوا تتفرجوا، وقولوا لي على اللي مش عاجبكم، عرفوني عليه. لو وانتوا شوفوا ايه انتوا عايزين ايه، عرفوني وانا اعمله معاكم ان شاء الله. كده بقى القوانص دي قوانص انا مخرطاها خرط صغيره، ومعاها الدهن بتاعها كده. هشوح البصله مع الكبد والقوانص واسيبهم يستووا مع بعض. طبعا هديها تقلبتين وهحط لها شويه التوابل بتاعتها. يلا بينا نحط التوابل مع بعض بقى. نحط معلقه كمون، وهنحط ال7 بهارات. عايز ايه؟ حطينا ال7 بهارات، وهحط فلفل اسمر، فلفل اسمر اهو، معلقه من كل حاجه، معلقه كده. دي بقى خلطة شوربة انا فرماها ضرباها في الكبة وطحناها جامد، بتحطيها مع البصل والتوابل بتديها ريحة جميلة جدا وطعم حلو جدا. كده هنقلبها بقى تقليبة حلوة بالتوابل بتاعتها. كده بقى نقلب، وهغطيها بقى عشان تدمج مع بعض. قلب بقى المكرونة. هنعمل بقى جنبها شوية سلطة، هنعمل شوية بتنجان، يعني هنعمل شوية حاجات حلوة كده مع بعض، وحاجه تفتح النفس بامانه. ويلا قوموا جربوا كده وشجعوني معاكم، يعني انتوا تشجعوا وشجعوني معاكم. طول ما هنتشجع مع بعض هنعمل كل حاجه ان شاء الله. ديدو تعالي كده بقى. بصوا بقى لما تغطيها عملت ازاي. انا بغطيها عايزه مع البخار هتستوي بسرعه، مش هتاخد بصوا اكله والله العظيم ما خدت وقت في اي حاجه. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا احط بتنجان وهحط فلفل وخيار، هغسل كله مع بعضه عشان مش كل شويه افضل رايحه جايه رايحه جايه. يا امي استنوا بقى، بصوا بقول لكم استنوا الدقه. شفتوا الفكره اللي كانت بتصورني حنين؟ يا امي طماطم. يلا بينا بقى نروح نغسلهم كده. انت عاوزاني يا امي؟ قول لهم دوسوا لايك، لسه رايك. قول لهم دوسوا لايك، انتوا وحشتوني جدا. لسه رايك انت عشتوني قوي. شفتوا وحشتوني قوي يعني. يلا بينا بقى نشوف الكبده. بصوا بقى عملت ازاي مع البصله، والله العظيم كانت مطلعه ريحه جميله جدا. بس كل حاجه بقول لكم ده فلفل رومي ومخرطه لها قرن فلفل حراق، براحتك بقى، انت عايزاها سبايسي ماشي، عايزاها عاديه ماشي. انا اديتها القرن ده تدي بس ايه، طعم كده وريحه بسيطه. هي ما كانتش حراقه قوي بس كانت حلوه. شوف بقى المكرونه. لسه رايك انت اصلا وحشتوني قوي. انه وحشتوني قوي. ماشي، كانت حلوه الكبده، كانت جميله. خرط بقى الخيار وطماطم واعمل طبق سلطه. طبعا مكرونه يعني سلطه، مكرونه محمره يعني جنبها شويه سلطه، وجنبها شويه مخلل بقى، ترشي، بتنجان، فلفل، حسب بقى اللي انت دماغك تختاره. انا بصراحه كان عندي بتنجان وعملت بتنجان مقلي، والله العظيم كانت طعمها جميل جدا، وكله بسم الله ما شاء الله خلص يعني في ثانيه.
انا طبعا قلت كده ما فوتش اكله زي كده، انا عارفه ان هي بسيطه بس قلت ما فوتهاش ونعملها مع بعض. اي حاجه تمشي نفسك بيها اعمليها، يعني اللي يجي في دماغك اعمليه، الموجود ومتوفر عندك في البيت اعملي. تعالوا بقى نحط الكبده مع بعض. هقلب الكبده على الفلفل كده. ايوه بصوا بقى، جميله، يا سلام. هتتقلب وهغطيها برضو، واحط لها حبايه القوطه المبشوره، انا بشرها لها حبايه قوطه، ما حطيتهاش خرط صغيره. والله العظيم حبايه القوطه ديت اديتها طعم، هي حبايه كبيره، لو ما عندك حبايه صغيره حطي حبايتين. بصوا بقى، وغطوها بقى وسيبها تستوي مع نفسها. بس كده خلاص غطيتها. احمر بقى المكرونه. انا بقطع الصوت يا جماعه، وما برضاش اجيب الصوت، ان انا طبعا زي ما سمعت احمد ومعايا محمد ربنا يخليهم لي يا رب، طبعا بيقعدوا بقى يلعبوا قدامي ويروحوا ويجوا، فانا بقى عشان ما زهقكمش بالفيديو، فعشان كده بمنتج الفيديو وبخليه ايه اللي هو بخرج الصوت يعني، عشان خاطر انتوا برضو ما تزهقوش. قرة الطماطم كده، وطبق السلطه ده حطيت له قرن فلفل حراق، كان جميل جدا بجد، كانت مديه طعم مع المكرونه روعه. اسرع ناس تخرط سلطه. كمل القوطه بتاعتنا، يلا بينا نروح للمكرونه. حط لها بقى معلقه كمون، السبع بهارات، فلفل اسمر، اي توابل انت عايزه تحطيها حطيها. صراحه حطيت لها كزبره ناشفه، كزبره ناعمه، فلفل اسمر، سبع بهارات، كمون. هحط ملح، هحط مرقه ماجي. الماجي بيدي طعم حلو يعني. في ناس تقول لي انت بتحبي الدجاج كتير في الاكل، لا انا ممكن احط في الحاجه مرقتين دجاج، ممكن في اوقات كتير ساعات يعني ممكن ما احطش دجاج ماشي، بس انا حسب انا بحبه، سبحان الله انا بحبه احطه في مع الاكل، بيديها طعم حلو كده وريحه حلوه. حطينا ملح كده، نقلب بقى جامد، لازم تدوبي التوابل والدجاج والملح مع الاكل كده. خلاص هي احمرت اهي، هي باينه اللي هي اتلسعت مني حاجات بسيطه، بس عشان على ما عملت السلطه طبعا حنين ما كانش هينفع تسيب الكاميرا وتروح تقلبها كده. نزلت عليها بشفشق طماطم كبير، وهزودها ميه طبعا، يعني ممكن تسقيها بشوربه، ما عندكيش طماطم اسقيها بشوربه، بس انا ايه عندي بيحبوها بعمل لها صلصه كده، بتستوي في قلب الصلصه بتديكي طعم جميل، تبقى طعمها حلو بصراحه. يعني عندك شوربه اسقيها بالشوربه، ما عندكيش اسقيها بالميه، طبعا هتكوني ظابطه الحقيق بتاعك. عندك طماطم اسقيها بالطماطم، ممكن تخرطي لها حبايه بصله وقرن فلفل وتحطها معاها برضه هتديكي طعم حلو. ممكن تقطعي قرن فلفل 4 تربع والبصلايه 4 تربع وحطيها تديكي طعم وريحه كده. بصي الكبده معانا بقى، بصوا بقت شكلها عامل ازاي، ولا باينه ان انا حاطه طماطم ولا اي حاجه كده. خلاص انا خلصت، اشيلها بقى. هقلي معاكم بقى البتنجان كده، انا اللي كنت ماسكه الكاميرا وبصور. كده حنين جت بقى اخلي البتنجان. الكبه ديت المفرمه ديت بتاعت التوابل، انا كنت عامله توابل، فطبعا قلت مش هغسلها عشان كان فيها توابل، اعمل فيها الدقه بتاعت البتنجان. بصوا بقى فرمتها، هي انا عامتها بس والله العظيم كانت طعمها جميل جدا. بصوا كده الطماطم اتفرمت ازاي، حطيت شويه طماطم. احط بقى الفلفل، ليه بقى شويه طماطم؟ عشان تسهل معايا الفرم بتاع الفلفل. كده انا كنت عامله السلطه، بشرت حطيت خيار وطماطم وبشرت جزر كده. انا خلاص عملت الدقه، هعصر بقى ليمونه واحط شويه كمون وشويه ملح. يعني الفلفل والبتنجان، البتنجان يفتحوا نفسك على الاكل كده ويخلوكي ايه تاكلي وانت نفس مفتوحه كده. حقيقه بقى بعصر الليمونه بالسكينه عشان خاطر تنزل معايا ميتها كويس. شويه ملح وشويه كمون، قلب بقى ميكس كده مع بعض، قلبي جامد. بص اتفرمت ازاي، حتى الفلفل اتفرم ازاي، الفلفل اتفرم جامد برضو والله العظيم. كانت الدقه دي جميله. تعالوا نشوف المكرونه. بص بعد ما استوت بقى جميله، وكانت مفلفله وكانت زي العسل.
خلاص كده استوي تاني. بصوا بقى المنظر جميل وحكايه. ايه رايكم؟ قوموا بقى تشجعوا كده وشجعوني واكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي ايه رايكم. احمد كان بيقول لي دوقيني يا ماما الكبده دوقتها له. بصوا طبق البتنجان اهو يفتح النفس بامانه، شكله كان جميل، وحطيت حبايه طماطم وخرطتها حبايتين، والسلطه والمكرونه. يلا مع السلامه.